السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. يلا النهاردة نعمل احلى طبق فول لاحلى سحور في رمضان ان شاء الله رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. مش هنشتري الفول تاني، وهنعمل احلى طبق فول هيبقى على سفرتك في السحور باذن الله. شايفه حبايه الفول مهروسه ازاي؟ ولا لونه فاتح ومش هيسود معاكي، وهيبقى ما شاء الله زي الزبده. تابعي معايا الفيديو وهقولك على كل الحاجات اللي هتخلي لونه كويس وفاتح، وزي ما انت شايفاه كده لونه كهرمان ولونه ذهبي وتحبي تاكليه. وهقولك كمان على الاسرار اللي تخلي الميه بتاعته تخينه من غير ما تحط دقيق ولا اي حاجه، وبمكون واحد بس على الفول هتاكلي احلى طبق فول. شايفه ما شاء الله بعد ما عملنا طبق الفول وهرسناه كده وحطينا شويه طحينه وحبه زيت وشويه شطه من فوق الوش، طبق فول قدامك زبده زبده مش فول. هتاكلي طبق فول وتدعيلي. بس تابعي معايا الفيديو. دلوقتي هنجيب نص كيلو فول بلدي. نص كيلو الفول البلدي الكيلو كله ب55 جنيه، بس هتطلعي كمية فول أضعاف من اللي انت هتشتريها من بره. جبت النص كيلو نقعته في مية كده من بالليل، يعني نقعته ليلة كاملة. وهبتدي دلوقتي أغير المية، أشطفه من المية اللي عليه وأدلقها. وهجيب الفوالة بتاعتي أو الحلة اللي انت هتشتغلي فيها. أنا النهاردة هشتغل في فوالة بالكهرباء. سواء بقى عندك فوالة هتحطيها على البوتاجاز أو حلة، هتحطي النص كيلو وهتحطي عليهم 3 معالق رز. ايوه رز، مش عدس ولا فول مدشوش ولا اي حاجة من الحاجات دي. احنا هنختار مكون معانا في البيت موجود ومش هنروح نشتريه مخصوص. وهنحط كمان كده معلقة صغيرة كركم. انا حطيت رشة بسيطة كده في الاول، بس كنت المفروض يعني احطها، هي جت مني شوية صغيرين فمش مشكلة هكمل انا، بس خليكم تابعين الفيديو معايا. هنحط دلوقتي الفوالة، نحط الفيشة في الكهرباء ونبتدي نسقط فيها الفوالة بتاعتها. الفوالة دي كده جايالي من بره، مش جايباها من هنا من مصر، بس بصراحة تحفة جدا. واللي زي ما بوريكم كده اللمبة بتاعتها صغيرة بتبقى شغالة، السخان بتاعها كده زي الشمعة. وهنغطي عليها، مش هنفتح عليها غير بعد حوالي 3 ساعات او 4 ساعات. هتلاقي كده المية نقصت من على الفول، شايفة زي ما انت شايفة، ودخل في سوا بقى. في المرحلة دي انا مش هزود غير مية مغلية، ما تزوديش مية ساقعة ابدا علشان حباية الفول تستوي معاكي كويس. زودي مية مغلية. كل محلات الفول ما بتزودش غير مية مغلية. تمام كده. وهديله تقليبة كويس قوي من فوق لتحت واغطي عليه تاني. هياخد قد ايه؟ في المرحلة دي بقى كملت كمية الكركم اللي انا هحطها. انتي في البداية اول ما حطينا كده حطي معلقة صغيرة كركم. ليه الكركم؟ هيخليلك لون حباية الفول كده اصفر وذهبي كده ولونه فاتح، وان شاء الله مش هيسود معاكي خالص، وهتاكلي احلى طبق فول زي ما انت شفتيه في الاول. مع شوية طحينة هتلاقي شوية فول قدامك كده زبدة زبدة لون وزبدة ملمس وحاجة كده تحفة خطير. فدلوقتي عشان انا حسيت ان شوية الكركم كانوا صغيرين زودت شوية كمان. دلوقتي بقى بعد ما عدى 6 أو 7 ساعات، هو هياخد معاكي بالظبط 6 ساعات وهيبقى معاكي هريسة. دلوقتي عدى 6 ساعات. على البوتاجاز هتبقى نفس التسوية. هتروحي مشغلة النار على العالي في الأول. أول ما تلاقيه بدأ يغلي هدي النار شمعة. عارفة الشمعة؟ أقل حاجة في البوتاجاز بتاعك. وهتغطي عليه، وبرضو بعد 3 ساعات تكشفي كده الغطا وتشوفي لو المية نقصت معاكي هتروحي مزودة مية مغلية، وتقفلي عليه تاني وتكملي ال6 ساعات بتوعك على نار عاملة زي الشمعة. هتاكلي احلى حباية فول. زي ما انا بوريكي دلوقتي حباية الفول طالعة مهروسة وطرية والمية تخينة معاكي ازاي. ده ليه بقى؟ لان الرز معايا استوى واتهرى وطلع النشا اللي فيه، فتخن لي المية او خلى المية بتاعت الفول مية سميكة كده زي اللي احنا بنشتريه بره من المطاعم. من غير بقى ولا احط شوية دقيق واضيفهم ولا الكلام ده كله. هما 3 معالق رز على نص كيلو فول وتاكلي احلى طبق فول في الدنيا. خلاص. ولا هنشتري بقى فول من بره شوية في الكيس قد كده ب5 جنيه، معلقتين او 3 معالق ما بيشبعوش حد. فاحنا هنعمل الفول في البيت ونتسحر فول نظيف متنقي ومغسول وزي الفل. طبق فول كده عسل. اوعي لو كنت وصلت معايا لهنا من الفيديو تنسي تحطي لايك وتشتركي في القناة وتشيري الفيديو عشان الكل يستفيد.
وتفعلي زر الاشعارات على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. هنعمل بقى دلوقتي شوية فول، انما ايه، عسل عسل عسل. طبعا الفول له طرق كتير جدا. ساعات بعمله بقى بطماطمايه وقرن فلفل، ساعات بنعمله كده فول ببيض، المهم ليه طرق كتير جدا. فانا دلوقتي هحط لكم الطريقه دي برضه، انا بحبها وبيبقى طعمها جميل قوي. حطينا كده شويه الفول، وحطيت في الكبه قرن فلفل وحبه فص ثوم وشويه ملح وشويه كمون، هرستهم في الكبة. ودلوقتي بقى هنزل على الفول بيهم، وههرس بالشوكة كده زي ما انت شايفة. هيبقى الفول معايا طحينة دايب دوب. بعد ما هرسهم كده هروح حاطه معلقتين طحينه ولا معلقه طحينه وشويه زيت، وكلي بقى احلى شويه فول ممكن تعمليهم في حياتك. جربيهم بالطريقه دي هيعجبوكي جدا. انا عارفه ان الفول ليه كذا طريقه وكل حد بيحبه بشكل مختلف، بس جربي الطريقه دي لو ما تعرفيهاش وان شاء الله هيعجبك جدا. واكتبيلي في الكومنتات لو جربتيها. زي ما انت شايفه بقى كده بحط شويه طحينه حلوين. طبعا انا ما حطيتش الفول على البوتاجاز لان الفول لسه يعني نازل من على النار حالا سخن مولع خلاص، فمش هحتاج ان انا احطه على البوتاجاز. وهتقلبي بقى كده شويه. بصي وانت بتقلبي شويه الفول، الفول لونه فاتح ما شاء الله من قبل كمان ما احط الطحينه. حبايه الفول لونها فاتح، الميه بتاعه الفول كده ميه تخينه، مش خفيفه كده ومرقه، لا تخينه كده زي بتاعه المطاعم. وبصراحه شويه فول عسل يعني. محدش دلوقتي كمان ازازه الزيت وقعت بس مش مشكله. هنحط بقى كده شويه زيت وغمسي بقى وكلي شوية فول آخر حلاوة. وبألف هنا وشفا يا رب على قلبكم وعلى قلب كل اللي هيجرب الطريقة دي. وإن شاء الله لو جربت الطريقة دي بشوية الكركم اللي احنا حطيناهم و3 معالق رز، مش هتحتاجي حاجة تاني، ولا تحتاجي تحطي عدس ولا تحطي فول مدشوش ولا تشغلي بالك بكل الكلام ده. هما بس تحطيهم والدنيا معاكي هتبقى تمام. انا طبعا القرن الفلفل اللي انا حطيته كنت بفتكره حامي طلع بارد، فروحت حاطه كده شويه شطه من فوق الوش عشان انا بحب الفول حراق. طبعا ده اختياري. وكانوا شويه فول بالهنا والشفا. انا دلوقتي بدوقهم طعمهم تحفه، بقولك حطي لايك اهو. جربوهم وان شاء الله يعجبكم. لو استفدتوا من الفيديو برضو اوعي تنسوا تحطوا لايك، بفكركم للمره التانية. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون افدتكم، واشوفكم في فيديو جديد. ومع الف سلامة وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يا رب يعود علينا الايام بخير ويبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب. ويبلغ اهل غزة واهل فلسطين رمضان وهم في احسن صحة واحسن حال. ويا رب يكون كشف الكرب والغمة اللي هم فيها عنهم يا رب. اللهم امين. ادعوا لهم كلهم وادعوا لاخواتنا في السودان. مع الف سلامة.